رئيس ناديك المحترم اللي انا مع احترامي للكل يعني كلهم ما قابلهمش في المكاتب بتاعت المحاماه، ما قابلهمش. الشارع فيه بلطجيه مستنياها. كل الصحفيين اللي بقى مستشارين قانونيين والصحفيين اللي استقبلوا حضرتك بره. لا ده واحد بس، لا هو واحد بس اللي من عند الاخ، هو ده الاخ عبد الناصر. تمام. يعني ما رضيتش احرجه لما سالني، ما عنديش مشكله، خلاص قفلنا صفحه عبد الناصر. نعم صح. تمام. عارف الكلمتين اللي قلتهم دول اخذ عليهم يجي 4-5 مليون. عبد الناصر ده مش مصدق نفسه. هم انا قلت لك كلمتين 3. تمام. يا جماعه بكل هدوء وبكل احترام، وزير الخارجيه رد النهارده على نادي الزمالك. احنا يوم الاحد الصبح البنك هيفتح. نعم. هنودي 10 مليون جنيه. تمام. تمام. نقفل القصه دي باذن الله ان شاء الله. وقول لي انا عليها كام وجدول. نعم. ده انا قبل كده دفعت للضرايب 122 مليون جنيه وجدولت قبل ما امشي. ما تبصش بقى للحاقدين وكارهين النجاح، كمل واحنا وراك. الراجل ده طول ما هو موجود هناك ربنا هيكرمنا في الاهلي اكبر كرم. يا راجل ده كان بياخد $5000. هو سامسون بس؟ وسافيو كمان. وسافيو ده سافيو وقبليه بواليا. طب بالله عليك وقبليه بالله عليك اول واحد قال على سافيو ده ايه؟ انت. قلت لكم ايه؟ هند معاك. قلت لك ده براجيلي مش برازيلي. تمام. شتمنا ومش عارف الا بقى لما جابوا الجون في الاهلي. لا ثواني ده انا مراتي شتمتني انا ما جاب. طيب ثواني. الراجل استبعده من قائمه كاس العالم يا عم. هو لا بص، سيبك بقى من اي اونطه، خد مني الخلاصه بقى. هما النادي الاهلي عنده حته الكبر او الانا، فهو مش عايز يقول ان احنا جبنا لعيب وفشل. يا عم ليه بتاخدها بالجزئيه دي؟ هو جاب لعيب خلاص بيديله. عادي اطلع وقول ان هو فاشل. طب ما هو استبعده من قائمه كاس العالم. بعدين الله استبعده. بعدين فين الكبر بقى؟ لا ما هم انا بطوله كبيره استبعدته منها. لا ما هم دلوقتي بيقول لك ايه، اصل ده بوظ الصفقه بتاعت معرفش ايه البرازيلي عشان قال له يعني بالله عليك انا وانت، انت جاي لي انا محترف مثلا في اي دوله وانت لسه جاي لي. ما تقعدش تهجص بقى بشكلك وحش، ترجع تقول نفسك كبير الهجاصين وكلهم هجاصين وانت اولهم وبتاع. برونو هيرجع يكسر الدنيا، برازيلي اصفر برقصه صامبا.